احلام، اهلا وسهلا بيش. اول شيء لك بلهجتنا عين غطا وعين فراش. اهلا فيك، اهلا فيك. انت قبل كنت تقولين انا اتمنى ازور العراق، انت طبعا جيت للعراق. صحيح. حلو انه انت راح تحيين حفل نهائي خليجي 25. والله هاي تشريف، واحنا سعيدين ان احنا بينكم، و ان شاء الله يعني نعطيكم فرحة ونقدر نزرع في قلوبكم الفرحة اللي من قلبنا لكم. انا راح اقول شيء، النهائي بمكان وجيتك انت والاستاذ ماجد بمكان ثاني، راح تخطفون الاضواء. الله يخليك، شكرا شكرا، الله يخليك. بما انه انت اليوم راح يعني تحيين الحفل، ايش قد تتوقعين النتيجة؟ النتيجة لا ما اعرف انا رياضة يعني كم النتيجة، المهم ان الفرحة والفوز، وان شاء الله الكل يكون سعيد. اقول العراق تستحق وتستاهل تفرح. زين، كلمة لجمهورك الموجود هنا بالعراق. قل لهم احبكم وحشتوني، وان شاء الله هذه الجاية تتكرر مرات ومرات. وبصراحة ما اقدر اوصف مشاعري. دائما قلوبنا بالعراق الحبيب. شكرا لكل القائمين على كاس الخليج 25، دورة الخليج المشرفة ان كعراقيين وكعرب. شكرا لجهود كل الجنود المجهولين. بصراحة مو غريبة على العراق هذا التنظيم الرائع. مرينا بظروف سيئة، بس الحمد لله الشعب العراقي يستحق الحياة، وأثبت للعالم أجمع أنه إحنا ذا وقعنا نقدر نقوم مرة ثانية. أكثر شيء دفعك للحضور إلى خليج 25 يعني؟ أنا موجود دائما، أنا دائما أتابع أخبار العراق، موجودة بوجداني وبقلبي. بكل وضوح اتصل بي كابتن عدنان قبل الختام، وهو الاتصال الأول بكم يوم، وكنت على أهبة الاستعداد. رحبت، وتقدرون تسألون كابتن عدنان، هذا الإنسان الرائع وهذا الرمز العراقي العظيم والمشرف بدون تردد. حتى سأل فايق حبيبي أبو خالد مدير أعمالي، قال شنو طلباتكم؟ قلت له أنت شنو طلباتكم؟ بالعكس هذا الاتصال الأول وعلى طول جينا. خليهم مفاجأة إن شاء الله. رأيك بأهالي البصرة وما قدموه اليوم؟ أهالي العراق كلهم، مو بس بغداد والسماوة وذي قار وتكريت، كل العراق يعني أثبت للعالم أجمع اليوم أنه مفخرة بالطيب وبالكرم وبالمراجل. مو غريب علي أنا أبدا. سنين بعيد أنت عن الوطن، ولما ترجع يعني تحيي ختام خليجي 25، شنو يعني لك هذا الشيء؟ يعني لي الكثير، يعني لي سعادة لا توصف، يعني لي شرف، يعني لي تكريم كبير لماجد قبل أن يكون تكليف. أنا لفت نظري شيء، أنه أنت أول ما نزلت من الطائرة قبلت أرض العراق. يعني أنا بدك تنزع المناظر وتجاوبني. مشتاق، لا مشتاق، أنا مشتاق والله، مشتاق كل شوية. أهلا